مساكم الله بالخير جميعا. اليوم غدانا متأخر لأن الشباب والخوال تريقوا متأخر. وهذه قطع الهامور ما سويت فيها شيء غير اني حطيت عليها كركم، بس كركم. هذه خضرتنا كزبرة وشبنت، راح احمسهم عدل لما تذوب الخضرة كلها. لما ينشف ماي الخضرة، شفتوا هالماي هذا؟ الخضرة لازم الماي اللي فيها ينشف عدل. عقب ما حمست الخضرة حطيتها هني بصحن بروح. الحين هني بنحط دهن حمس البصل والثوم. نحط البصل، حمس البصل عدل. وهذه قطع الهامور بنقليهم وتالي بنحطهم هناك. بعد ما تحمر عندي البصل الحين نحط الثوم الحمسة. والحين بحمس الخضرة مرة ثانية. والحين بهارات السمك، بهارات مخلوطة. وفوق المعجون علبة كاملة، بعدين نشوف نحتاج ولا لا. والحين بحط اللومي الأسود ورق الكاري وهيل، أنا أحب ورق الكاري. والحين مفروم الطماطم. حمس عدل، المكونات تتسبك عدل. هني عندي مريس التمر، التمر العادي، لا تستعيلون وتقولون مرتك راح تصير حالية. بعد بحط صبار تمر هندي وملح يتعادل الطعم. وهذا التمر الهندي طبعا انا مستخدم تمر هندي الاكياس. الحين فوقه. والحين الماء الحار. واني عندي راسين ثوم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا الطماط نزل شنو، يلا. وهذا انصاف طماطم. واني الهامور قاعدين نقلي، ناخذ شوي من دهنه ونحطه. يبقى عندنا الملح، نملح مرقتنا، وتالي نسكر راس الجدر نخليه يتسبك عدل لغاية ما نخلص من قلاي السمك. وهذا عيش المشخول مو حاط فيه شيء، ملح وهيل. شنو المشخول؟ يعني مسلوق. الحين نشيل السمك اللي قليناه شوي شوي عليه. دلع هامورتنا والله. ايوه، يا سلام عليك يا ابو عبد الله. مرقتنا تسبكت عدل ما شاء الله تبارك الرحمن. السمكة انا بالبداية ما حطيت عليها ملح لان مرقتنا فيها ملح، ما نحتاج. شغلنا كذي جاهز. نسكر راس الجدر 10 دقايق واحنا خالصين ان شاء الله. هذا العيش كذي خلص، شوفوا مفتلفل ما شاء الله. هذه مرقتنا كذي خلصت. ناخذ السمك هذا كذي نحطه هنا بالنص. هذه مرقتنا. يا ناصر بالعافية بالعافية. عوافي.